يا عم الناس، مساء الفل ومساء الجمال عليك واهلا وسهلا بيك ويلا بينا. يلا بينا. هخش معاك في موضوع ليه علاقة بنادي الزمالك الاول، بما ان يعني مشكلة احمد حمدي دي خدت حيز كبير جدا من الفريق، ومن تفكير كمان احمد عبد الرؤوف. فلما حصلت المشكلة وبدأ تدخل من خلال لاعيبة الكرة الكبار داخل النادي وساطة لرجوع أحمد حمدي تاني للتدريبات مع الفريق الأول، فكان الرد لسه أحمد عبد الرؤوف ما تعافاش من طريقة تعامل أحمد حمدي معاه أثناء المشكلة يعني. طيب، إيه اللي حصل؟ قال لك أبلغ عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك أحمد حمدي بتطبيق اللائحة ضده بعد أن انقطع عن مران الفريق الختامي، اللي هو آخر حاجة. اللاعب لم يعترض على الأمر وتقبل العقوبة بالموافقة، والغرامة بلغت 50,000 جنيه بسبب انقطاعه عن التدريب. طيب، ده موقف ليه علاقة بنادي الزمالك وما يحدث من خلال الفريق الفني للفريق، اللي هو الناس اللي مسؤولة عن اللي بيحصل في الفريق. ماشي، نروح لقصة تانية. انا قعدت يعني مش هطول عليك أوي، انا هقول لك الخبر بمعلومته عشان خاطر نبقى دايما كده يعني قريبين من بعض، ما تبقاش الدنيا بعيده يعني. انا اخش معاك على طول في التفصيلات اللي هي ايه هو ده، فاهم؟ اخش معاك في الحته التانيه اللي ليها علاقه بالعش. بيقول لك ايه بقى: رحب مسؤولي النادي الاهلي بانتقال مصطفى العش لاعب الفريق الى زد او سيراميكا خلال فتره الانتقالات الشتويه في يناير. ده سببه ايه؟ سببه ان السيد يستروب مش مقتنع اصلا بالعش. طب مين الاقرب لمصطفى العش في الانتقال؟ زد اللي هو جاي منه. العش ما جاش على مستوى الاهلي، هو ما جاش على مستوى فنيات الاهلي ولا طموحات النادي الاهلي الفتره الاخيره. فتلقى العش عده عروض محليه خلال الفتره الاخيره بعد عدم مشاركته مع النادي الاهلي بشكل منتظم. طيب، قلت لك ان الانديه اللي هي بتفكر فيه سيراميكا وزد، بس مسؤولي النادي الاهلي لا يمانعوا عن رحيل اللاعب بعد ما حصلوا على موافقة تروب الذي يرى أن العش لم يضف للفريق. أنا مش هقول لك تقول لي إيه رأيك، بس أنت على بقدر الإمكان شاركني، يعني كومنتك ده هيفرق معايا جدا إن أنا أسمعه، بحيث إن إحنا في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله نبقى دايما مع بعض، ويبقى في كده ربط يعني ما بين الأحداث اللي بتحصل يعني. طيب، إيه تاني؟ في حاجة تاني ليها علاقة بياستروب. العلاقة إن ياستروب المدير الفني للنادي الأهلي اتكلم مع الإدارة بشكل كده يعني واضح، مش عايز ولا صفقة محلية من الدوري اللي احنا عايشين فيه ده، أو من اللي أنا بشوفه هنا ده. خلص لي كل العقود اللي ينفع إن أنت تعملها كانتداب أي لاعب أجنبي من بره، وبعد كده بقى فكر لي في أي حاجة محلي. محلي أنا مش مقتنع، أنا ما عنديش قناعة بأي لاعب موجود داخل الدوري المصري. أنت متخيل الراجل وصلت معاه المواضيع لفين؟ مفيش لاعب واحد مقنع بالنسبة لك، ولا لاعب مقنع محلي. يعني عبد المنعم ده مثلا ما كانش محلي، ابراهيم عادل ده ما كانش محلي، احمد سيد زيزو ده مش محلي، امام عاشور ده مش محلي. ازاي؟ يبقى انت مش عايز حتى تتعب شويه في ان انت تبص صح. طيب، طلب الدنماركي يستروب المدير الفني الاهلي من اداره النادي عدم حسم اي صفقه محليه الا بعد الانتهاء من الصفقات الاجنبيه. واكد تروب لاداره الاهلي ان الاولويه لديه لضم الصفقات الاجنبيه بسبب عدم وجود عناصر محليه مميزه. ده راي يستروب، هو شايف من وجهه نظره ان هو لا، انا ينفع ان انا يكون عندي لعيبه مختلفه شويه عن كده، وده من خلال طبعا الانتداب الاجنبي يعني زي ما هو بيقول. ايه تاني بقى؟
اللي هو بقى اللي أنت قاعد مستنيه عشان خاطر إيه، تهدى شوية وتحس إن الدنيا ماشية معاك يعني إيه stable يعني، لإن أنت بعد اللي حصل وخروجك من دور ال32 وهذه الفضيحة التي تسمى فضيحة يعني وشاعت هذه الإشاعة بشكل غير طبيعي، مش شايف يعني فضيحة من ناحية إيه طيب؟ هو أصلًا النادي ده ما بيشاركش بقى له أكتر من سنتين في هذه البطولة، ويعني عادي بتحصل يعني الريال بيطلع من دور ال32 والليفر بيطلع من دور ال32 والبارسا بتطلع من دور ال32 والأهلي بيطلع من الدور ال32 عادي يعني. إيه؟ إيه شوية لعيبة يعني ما اتوفّقتش، عادي، ما أنت ما بتلاعبش يعني أصنام، ما أنت بتلاعب بني آدمين بتجري وبتتحرك وعايز تثبت وجودها وطموحها وعايز تقول إن هي أجمد وعايزة الناس تشوفها وبيبقى ده ما يعني مسرح window كبيرة جدًا لاحتراف هؤلاء اللاعبين إلى الأهلي أو إلى الزمالك أو إلى بيراميدز أو أي فريق من الفرق اللي بتنافس في بطولة الدوري. في تقصير، بس هو التقصير من الجميع وليس من فرد واحد بس، يعني ما تجيش تقول لي مثلًا أصل حسين الشحات ده لا يصلح إن هو يتواجد أصل محمد طاهر ده لاعب ما يلعبش غير في الماتشات الفرنسية بس، أصل مش عارف جراديشار ده مش لاعب جامد، أصل محمد شريف ده مع احترامي يعني محمد شريف أنا الناس اللي هي ما بتحبش محمد شريف كمهاجم صريح للأهلي، يعني ممكن أشوفه في أي مركز تاني، بس بلاش فكرة إن هو يبقى مهاجم الأهلي دي. مثلًا shadow striker جراديشار مش striker صريح وبيضيّع عادي جدًا يعني. معاك إن دي أزمة كبيرة جدًا داخل الأهلي، ويكون عندك كل اللعيبة دي وتخرج من دور ال32 ده في حد ذاته حرام، حرام عليك وحرام على الشغل اللي بتعمله، وحرام على النادي اللي أنت فيه، وحرام على الفريق اللي بيصرف، وحرام على الفلوس اللي أنت بتاخدها، وعارف يعني بس بتحصل. هل مثلًا الفرق اللي هي بتطلّع الريال وبتطلّع برشلونة، الريال وبرشلونة مش بياخدوا أكتر منهم في الفلوس؟ أكيد بياخدوا والّا إيه؟ بياخدوا والّا ما بياخدوش؟ أكيد بياخدوا، وبياخدوا فلوس كتير برضه. وأكتر بكتير جدًا من الفرق اللي أنت بتخسرها دي يعني فاهم، من الفرق اللي أنت ما بتعرفش تكسبها دي. بس أنا باقول لك دي مباراة ليها ظروفها وليها توابعها وليها قصصها ودايمًا بتضحك على اللعيبة الكبيرة ودايمًا بتضحك على الفرق الكبيرة. فريق الاتصالات ده فريق محترم يعني طالع منّه أكتر من لاعب كويس، فريق منظّم، مدير فني شكله كان مركّز أول الماتش، ياستروب خلاص بقى قاعد على الدكة، راجل حقق بطولة مع الأهلي فمش فارق له، مش ده ياستروب اللي كان واقف على الline طول الوقت من هنا ومن هنا ومش عارف يعمل إيه عشان يثبت وجوده، أول ما ثبت وجوده ببطولة السوبر اللي هو فاكر إن هو اللي جابها، ما يعرفش إن الأهلي بيعدّي كده على السوبر والكاس والسوبر المصري والسوبر الإفريقي كده وهو معدّي بياخدهم يحطّهم في الشنطة ويمشي. بعيدًا بقى عن دوري أبطال أوروبا، وبعيدًا عن الدوري ومشاركة في كأس العالم للأندية، فهو ياستروب خلاص هو الراجل لبس الجاكيت وقعد جنب وليد، فمحتاج حد تاني زي اللي كان واقف لكولر في وقت من الأوقات يقول له: "يا عمنا فوّق معانا يابا، الأهلي مش نادي بطولة، الأهلي نادي بطولات، لو أنت فاكر إن أنت حققت فلا يا حبيبي أحب أقول لك إن الأهلي مش هيقف عند دي، وممكن بكرة الصبح تمشي عادي جدًا وما يفرقليش، هتاخد كام مش من كام، أنا اللي هاضيف لك، لإن أنا فريق بطولات، فهيتكتب في الCV بتاعك إن أنت حققت في حياتك العملية 25، 30 بطولة، منهم بس 20 بطولة مع النادي الأهلي زي ما حصل مع كولر كده، فده اللي محتاجه في الوقت الحالي. في تقصير من ياستروب، من لعيبة أنا شايف قدامي لعيبة عايزة تجيب جول، أنا ما باقولش أنا بس القصة كلها إن أنا مش يعني اللعيبة هتعمل إيه؟ اللعيب هيعمل إيه؟ أنت قاعد برّه، ما نزّلتش الحتة الناقصة في الماتش. ما عرفتش تجيب اللاعب اللي يقدر إن هو يعمل حاجة مختلفة ليها علاقة بإن هنا في حاجة مقفولة عايزة تتفتح، ده اللي هيفتحها. كنت فين أنت بقى في التجهيز وفترة الإعداد التوقف ده؟ أنت كل فترة التوقف خساير بسبب 3، 4 لعيبة موجودين في المنتخب، ما لكش حجة. دي مش حجة، مش شايف إن هي حجة. عشان ما أطوّلش عليكم أكتر من كده دي وجهة نظر أنا من ناحية الخسارة دي مدير فني ما لهاش علاقة بلعيبة، أنت شايفها لعيبة دي حاجة ترجع لك أنت، وأنا باحترم جدًا كلامك واحترم جدًا رأيك يعني.
طيب إيه اللي حصل؟ الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي قرر بالاتفاق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة المشرف على كرة القدم توقيع غرامة مالية على اللاعبين، الغرامة ستكون وفقًا لما تنص عليه لائحة الفريق، وسيتم فرضها على كافة اللاعبين الذين شاركوا في المباراة. الغرامة قد تصل إلى خصم ربع مليون جنيه من كل لاعب شارك في المباراة. ده اللي حصل وده الفيديو بتاعنا النهارده. أتمنى إن شاء الله إن إحنا دايمًا نكون مع بعض أول بأول بإذن الله. باشكر حضراتكم طبعًا شكرًا جزيلًا، ودايمًا موفقين ودايمًا مجبورين ودايمًا متألقين ودايمًا منورينا، والسلام عليكم.